السلام عليكم متتبعاتنا الحادقات. اليوم غادي نوجدوا بسبوسه تشيز كيك لذيذه ما تشبعوش منها. باش نوجدوها غنحتاجو 100 غرام سميده، 2 بيضات، 110 غرام سكر، ياغورت طبيعي، 20 ملل حليب، 60 ملل زيت المائده، 25 غرام كوك، كاس ديال السيرو بارد، 150 غرام جبن الدهن كريمي، ليمونه معصوره، 90 غرام كريمه خاصه بالطبخ، بيستاش مهرمش، ورد بلدي، 2 ديال الساشيات زهره البرتقال ايديال، ساشي خميره الحلويات ايديال، دقيق الذره الممتاز مايفين ايديال. ندوزو للتحضير. في إناء نديرو بيضة، 50 غرام ديال السكر، ياغورت، زيت المائدة، الحليب نخلطو، نزيدو الكوك، 2 ديال الساشيات زهرة البرتقال ايديال، ساشي خميرة الحلويات ايديال، السميدة الرقيقة، ونخلطو بالطراب اليدوي حتى يتجانسوا جميع المكونات، ونخويو الخليط في مول دائري بقطر 20 سنتيم، وندخلوه الفران سخون على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة. في إناء نديرو الجبن الكريمي، 60 غرام سكر، نخلطوهم مزيان بالطراب اليدوي، نزيدو معلقه من دقيق الذره الممتاز مايفين ايديال، بيضه، عصير ديال البرتقال، كريمه ديال الطبخ، وكنخلطو كلشي مزيان حتى نحصلو على كريمه بهذا القوام. نسقيو البسبوسه بالسيرو من بعد ما طابت، ونعمروها بالكريمه، وندخلوها للفران سخون على درجه حراره 180 لمده نصف ساعه. ملي خرجناها من الفران وخليناها تبرد تماما، نزينوها بالبيستاش والورد البلدي. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه تشيز كيك، كتجي لذيذه والكريمه كتزيدها بنه لا تقاوم، وراه هذه الوصفه هي المعتمده عندي. قبل ما ندوزو لسؤال الحلقه نذكروا بملخص المقادير. باش تحاولي تربحي الهدية ديال هذا الأسبوع، جاوبي على سؤال الحلقة. شحال ديال السكر درنا في الكريمة؟ 110 غرام، 50 غرام أو 60 غرام؟ شكرا على المشاهدة، وما تنساوش تلتحقوا بنا على الفيسبوك، انستغرام وتيك توك، يوتيوب والموقع الرسمي لقناة طب حادقة. باي باي عليكم.